انت مش هتبطل الكرتون اللي بتتفرج عليه ده بقى؟ طب مش هتبطل الالعاب اللي بتضيع فيها وقتك دي؟ كل اللي بيقولوا كده عارفين القصه السطحيه، لكن ما يعرفوش الجانب المظلم والحقيقي. فاكرين كل ده قصص للاطفال. اي نعم، هي قصص اتعملت للاطفال بالاساس، لكن ما كانتش لتعليمهم قد ايه الحياه حلوه، دي عشان تعلمهم ان الشر بيكسب ساعات اكتر بكتير. النهارده هنزور قصص عالميه قرر أنجي سابكاوسكي ياخدنا علشان نشوفها من خلال عيون جيرالت. وخلي بالك، طفولتك في خطر وذكرياتك مع ديزني هتتغير للأبد. يلا بينا. أنجي سابكاوسكي مؤلف كتب ذا ويتشر وسي دي بروجكت ريد خلقوا عالم مليان بقصص انت عارفها بس مش واخد بالك، خاصة وان المؤلف مهووس بفكرة الرحال، الشخص اللي بيشوف نفس الموقف من عدسات مختلفة ومناظير متعددة ويختار الأصح لبوصلته الأخلاقية. وده جذبه القصص جمعها أشخاص طردوا الأدب الغريب والمظلم والرافض للنهايات السعيدة، لدرجة إن اسمهم نفسه بقى وصف لنوع الروايات دي، وهم الأخوين جايكوب وفيلهلم جريم، شخصين قرروا لمدة تزيد عن 60 سنة إنهم يجمعوا أغرب القصص ويعيدوا كتابتها بشكل يتيح لكل ثقافات العالم تفهمه، زي ما عمل كتاب ألف ليلة وليلة من مئات السنين ويمكن أكتر. وانعكاس سحر الحكايات دي على كتابات سابكاوسكي هو السبب المباشر لكونك بتحب عالم الويتشر ومتابعه لحد دلوقتي. وسواء في الروايات أو في الألعاب قابلنا قصص محورية كتير مبنية على الحكايات دي، والنهاردة هنركز على أهمها وأشهرها وأسوأها. هخليك تحس بنفس إحساس الأطفال في العصور الغابرة جوه القارة حوالين النار في الشتاء وهم بيسمعوا حكايات هدفها تأدبهم بالخوف، اللي فهموا بعد ما كبروا إنه ما كانش قسوة من الجد العجوز اللي بيحكي، ده كان حقيقة الحياة. وقبل ما تبدأ المجزرة اعمل لايك وسبسكرايب علشان نوصل 10,000 متابع قبل نهاية 2026. وكان يا مكان في حضرة الملك بيقف صاحب طاحونة بيتفاخر بأن بنته الصغيرة تقدر تغزل من القش خيوط ذهب. ادعاء هدفه يبهر الملك ويخليه يكسب رضاه، لكن العكس هو اللي حصل. الملك وطمعه في ثروة سهلة هياخدها من واحد من رعاياه بيخليه شاور للطحان ويطلب منه يجيب بنته عشان يكرمها في قصره. وفي اللحظة اللي البنت بتدخل فيها القصر بيؤمر الملك حراسه يقبضوا عليها وياخدوها هي والمغزل وكومة القش على أبعد غرفة مظلمة داخل خفايا القصر. بتبكي البنت وبتحتار وما عندهاش فكرة هتنفذ طلب الملك المجنون ازاي، لكن من ركن مظلم في الغرفة بتسمع ضحكة خبيثة وبيخرج من الظلام كائن شبه العفريت الصغير لكن وشه زي ما يكون بشري صغير الحجم، ومن غير كلام بيمسك المغزل وبيدوره لحد ما القش كله فعلا بيتحول لخيوط ذهب، وبيقول لها ان المقابل هو عقدها المصنوع من الزجاج. ولما الملك بيجي وبيشوف اللي عملته بيملالها غرفة اكبر بكمية قش اكتر. وفي الليل بيحصل نفس الشيء ونفس العفريت بس بيطلب المرة دي خاتمها الزجاجي. انبهار الملك بقدرتها بيخليه يجيب لها اكبر كمية قش في المملكة واداها عرض، لو قدرت تحولهم كلهم لذهب هيتجوزها ويخليها الملكة، لكن لو فشلت هيبعت راسها لبيت ابوها. البنت بيجي عليها الليل وبتدرك انها هتموت اكيد لانها معهاش حاجة تدفعها للعفريت خلاص، لكن العفريت بيطمنها وبيقول لها انه ممكن ينتظر 8 خدماته سنة كاملة لانه عايز اول ما والدها من الملك. البنت بتترعب من الفكرة لكن ما عندهاش حل غير القبول، واول ما بتوافق في ثواني بيغزل العفريت كل قطعة قش وبيملى الغرفة لحد السقف بالذهب. وبتمر الشهور والبنت بتبقى ملكة البلاد فعلا وبتستقبل اول اطفالها من الملك، ومن نفس الركن القديم بيخرج لها العفريت بابتسامة مرعبة وبيطلب مديونيته. الملكة بترفض تسلم طفلها بس بتعرض عليه كل الثروة اللي بتملكها في مقابل حياة الولد، لكن العفريت غضبه من كسر العهد بيتزايد لدرجة ان ظلام الغرفة حست الملكة انه بينغلق عليها هي والطفل. لكن بعدها بلحظة العفريت بيبتسم وبيقول لها حياة ابنك في امان لو حليتي اللغز ده. من هو غازل الهدايا وسيد المرايا وحاكي الحكاية ورعبك من النهاية. وقبل ما يختفي وتجلجل وراه ضحكته المجنونة قال لها ان معاها 3 ليالي ولو فشلت في معرفة اسمه الحقيقي الطفل هيبقى ملكيته. الحيرة بتاكل قلبها وفي وسط التفكير بتنزل تمشي في الغابة، وفجأة وهي ماشية وبتقرب من المكان المظلم منها بتسمع صوت العفريت بيغني بجنون من فرحته انه اخيرا هياخد منها الطفل، وفي وسط الاغنية بيقول اسمه. وبتقرر الملكة تقلب السحر على الساحر، وفي صباح اليوم اللي بعده بتعمل نفسها مش عارفة الإجابة، لكن فجأة في وسط كلامها وقبل ما يلمس الطفل بتقول اسم واحد من أسمائه الملعونة، رامبل ستيلسكين.
وفجأة الكل بيسمع صوت كأنه مليون مراية بتتكسر جوه دماغهم. سيد المرآة الملعون اتهزم لأول مرة، وفي ثورة غضبه بيقسم انه مش هينهزم تاني ابدا. طبعا انت زمانك عرفت مين ده، جانتر أوديم، سيد المرايا، الكائن الوحيد في عالم الويتشر اللي أول معلومة عنه إنه لا يهزم. أي نعم هو موجود في الألعاب بس ومش موجود في الكتب، لكنه مكتوب بحرفية شديدة لدرجة إنه يستحق نتكلم عنه، لأن جانتر مش شخص، مش شيء، ده هو الشر متجسدا، شيء موجود من بداية الزمن وعايش طول ما البشر في القارة عندهم رغبات دفينة، رغبات مستعدين يدفعوا حتى أرواحهم تمن لتنفيذها، وهو كتاجر شاطر موجود عشان يحقق لهم أمنياتهم دي، ومش هنختلف على السعر. جانتر كان موجود في كل مكان حوالين جيرالت، في كل الأحداث اللي قلبت موازين تاريخ القارة وأجناسها، والوحيد اللي عرف يوصل لمعلومات قليلة عنه كان عالم اسمه بيرميثاين شيكسلوك، اللي اكتشف انه عبر التاريخ عنده نقطة ضعف وحيدة، انه سهل اغراءه بعقد اتفاق لو الشخص على مشارف الموت واتمنى أمنية، لأنه بيلزم نفسه يؤدي الجانب الخاص بيه من الاتفاق، لكن في المقابل الشخص ده هيعيش مطارد منه للأبد. معلومة زي دي جانتر خد باله انها اتعرفت، وعشان كده زار العالم ده بنفسه عشان يبدي إعجابه بذكائه، وكنوع من الهدية رسم له دايرة سحرية على الأرض تحميه منه هو شخصيا، لكن بشرط شرير كالعادة، لو خرج منها هو هيشوفه وهياخد روحه تمن الهدية. في كل مجزرة غيرت شكل عالم الويتشر جانتر كان موجود، لكن عمره ما بيتدخل، هو بس بيدي دفعة منطقية أو بيوضح معلومة جديدة للشخص علشان يزيد في شره، لأن ده بالنسبة له طعامه المفضل، ذنوب البشر الأغبياء. في كتب مملكة سكيليجا كان اسمه لابتر أو شيطان الرياح، في مجاهل صقيع الشمال كان اسمه قاطف الأرواح، لكن أكتر شيء بيزعله من البشر إنهم فاكرينه فاعل، بينما هو كيان سلبي تماما، مرآة حرفية بيعكس للشخص اللي هو خايف يشوفه في نفسه. جانتر خطورته إنه شايف إن كل أفعاله مبررة، والأذى اللي بيسببه لأي شخص طلب منه أمنية ده رد فعل منطقي، غير رغبته المتواصلة في الاستهزاء بقوانين البشر ومعاقبتهم على أي قانون المفروض كانوا يعرفوه من وجهة نظره، زي قصته المؤلمة مع الست النبيلة اللي كانت عايشة في توسانت وحولها لوحش مهووس بالملاعق لمجرد انها خلفت قواعد الضيافة في المدينة ورفضت تستقبله كضيف لانه كان متخفي في شكل شحات مصاب بالجرب، او الشخص اللي قطعه وهو بيتكلم واعتبرها جانتر خرق لقوانين الادب فقتله بانه دخل ملعقة في عينه بعد ما وقف الزمن علشان الألم يزيد اكتر. يعني مثلا كنت تعرف ان معبد الشمس الأبدية التابع لإمبراطورية نيلفجارد العظيمة شعارهم بالأساس كان فكرته وهو متخفي في شكل كاهن ضعيف، لأن لما بدأت الديانة الغريبة دي كان حلمهم ان نور الشمس يسطع حتى في الليل، فجانتر سمع الأمنية ونفذ الاتفاق. بس ازاي؟ بانه سهل الظروف ان معبدهم يكبر ويتحول لممثل لأكبر دولة في القارة وتغزو بشعارها كل أنحاء العالم، وفي نيران الحرب سطعت الشمس اللي على دروعهم فوق جثث الأبرياء وحولت الليل لنهار. في القصة العظيمة اللي كلكم بتحبوها هارتس اوف ستون أو قلوب من حجر، أولجيرد فون إيفريك لو ما لاحظتش فهو من أذكى أعداء جانتر، لأنه أجبره يدخل معاه اتفاقين مرتبطين ببعض وكل واحد فيهم تمنه مبني على تحقيق التاني. خلينا أشرحها لك لأني أتحداك لو كنت فهمتها من أول مرة. بداية أولجيرد اتمنى من جانتر إن ثروته ترجع له أضعاف مضاعفة، وتمنها في المقابل الشخص اللي بيحبه أكتر من أي حد، واللي ما كانش جانتر يعرفه ان في قلب أولجيرد كان في 2 ما يستغناش عنهم، اخوه وزوجته ايريس، وده اللي خلاه يقدر يضحي باخوه ويحتفظ بزوجته على الاقل في البداية. الامنية التانية كانت انه يعيش كأن مفيش بكرة، وده اللي عشان يحققها له حول قلبه الحجر، فخلاه ما يخافش من الموت بانه يكون غير قابل للقتل حتى لو تمنى يموت، والتمن روحه نفسها. بس هنا بيظهر دهاء أولجيرد لأنه أضاف شرط واحد للأمنية قبل ما يسيبه ينفذها، إن كل الأمنيات تتنفذ من خلال شخص ثالث غيره وغير جانتر، ولازم عشان الأمنيات دي تتحقق تماما هو وجانتر يكونوا واقفين على سطح القمر. ذكاء الصياغة هو اللي دفع جانتر إنه ينتظر كل السنين دي عشان يلاقي شخص يقدر من خلاله يحقق الأمنيات ويحصل المقابل. وافق يلعب لعبة أولجيرد لأنه قدر يخدعه بشكل ما. أكتر شيء مرعب عن جانتر إن ملوش قصة شخصية، ملوش تاريخ، بس جزء منه موجود جوه كل واحد فينا.
كتير مننا لو سألته يا ترى هتطلب منه لو عارف هو مين ولا لأ، بس الإجابة هتكون لأ قدام الناس، لكن من وراهم مين عارف. والمفاجأة الأكبر إن جونتر أوديم موجود في أعمال أدبية مشهورة كتير، حتى اسألوا ستيفن كينج عن شيطان البرج المظلم والتر أوديم. في كل حكايات الشر اللي سمعناها واحنا أطفال كان دايما الشر بيبقى مرات أب حقودة أو زوج أم متسلط وسيء الأخلاق، لكن في الحقيقة بعض القصص رعبها بيكون من أقرب الناس إليك، وفي قصتنا دي الرعب جاي من الأم، ودي الحكاية الحقيقية اللي هتسمعها دلوقتي لأول مرة. في مملكة غاب عنها الألوان عاشت بنت جمالها كان محور أغاني كل شعراء البلد، لدرجة إن الملك قرر يتجوزها عشان الجمال ده عار إنه يروح لشخص بسيط. البنت فرحت ومع السنين بقت الملكة المتوجة بجمالها على كل سكان مملكتها الفسيحة، وكانت تسليتها هي كتب سحر الظلام اللي دورت فيها كل يوم عن طرق تحافظ بيها على جمالها المبهر للأبد. وبسحرها صنعت مراية تقدر تجاوب أي سؤال يخطر في بالها، بس هي ما كانش شاغل بالها غير سؤال واحد: مرايتي يا مرايتي على الجدار، مين هي الأجمل في كل الأمصار؟ الملكة حملت من جوزها، وفي يوم وهي بتتمشى جرحت إيدها في أشواك الورد ودماءها نقطت على التلج، فتمنت تكون لها بنت في بياض التلوج، شفايفها في حمار الدم، وشعرها أسود من ليالي أعدائها. ولما اتولدت البنت كانت أجمل من تخيلات الأم، وده كان سبب الأزمة. لما في يوم سألت مرايتها مين الأجمل، المراية سكتت وأظهرت لها صورة بنتها وهي بتلعب في الغابة. وهنا بتتغير القصة اللي انت سمعتها قبل كده. الملكة بتبحث في كتب سحرها عن طريقة تخليها هي الأجمل، وبتلاقيها فعلا، وعشان تنفذها بتطلب من صياد الملك إنه يتتبع البنت في الغابة وينتزع رئتيها عشان تسرق صوتها الجميل وياخد كبدها عشان تتأكد إنها ماتت. لكن الصياد زي ما انت عارف بيعفي عنها وبيجيب للملكة رئتين وكبد خنزير بري، وبتصدق إن بياض التلج ماتت. القصة من هنا بتمشي بشكل كبير زي الفيلم المشهور ما كان جايب. نقطة بداية النهاية هي بعد ما بياض الثلج بتفوق والأمير بيعلن إنه هيتجوزها، ولما الملكة بتعرف إنها لسه عايشة بتهرب من القصر وتختفي في الغابة، لكن بيوصلها خطاب من بنتها بيقول لها إنها سامحتها وإنها مدعوة لزفافها. وأول ما بتوصل بنتها بتبتسم في وشها، لكن فجأة الابتسامة بتتحول لنظرة غضب عارم، غضب دموي، وبتأمر الحراس إنهم يمسكوها. وبتروح بنتها على المدفأة وهي بتقول لها إنها هتديها هدية قيمة كجزاء على اللي عملته فيها، وبتسحب من النيران اللي حواليهم حذائين من الحديد شبه المنصهر، وبتجبرها تلبسهم وتأمرها ترقص بيهم احتفالا ببنتها الحبيبة. وفعلا الملكة بترقص من كتر الألم وعقلها بيطير لحد ما بتقع ميتة تحت أرجل بنتها، وفي اللحظة دي بتأمر بياض الثلج إن الأفراح أخيرا تبدأ. القصة دي انت شفتها في بداية أول كتاب وأول موسم من ذا ويتشر، بس ما خدتش بالك من التشابهات، وده لأن القصة في عالم ذا ويتشر لعبت على سؤال أذكى بكتير: إيه اللي كان هيحصل لو سنو وايت أو بياض الثلج قررت تنتقم بمجرد ما عرفت إن أمها هي سبب معاناتها؟ ودي هي قصة الأميرة رينفري الملعونة. أمها الراحلة ولدتها تحت وهم لعنة اسمها لعنة الشمس السوداء، مجرد كسوف عادي للشمس، لكن واحد من سحرة المملكة عشان يكسب رضاها هي والملك وأموالهم تفضل داخلة لجيوبه أقنعهم إنها لعنة بتصيب أي بنت تتولد تحتها، لعنة بتحول الطفلة لكائن يحمل في يديه دمار العالم. وبناء على الكذبة دي اتولدت رينفري مكروهة من يومها، وبقى أي ساحر جاهل بيطارد أي بنت اتولدت تحت شمس الكسوف طمعا في قدراتها المزعومة عشان يقدر يسيطر على العالم بالخوف. زوجة أبوها برضو كانت ساحرة ولكن في الخفاء، وكان عندها مراية اسمها مرآة نيهاليني، أداة سحرية من أزمنة سحيقة بتقدر تتنبأ بالمستقبل ولكن بشكل دقيق أكتر من اللازم، لدرجة سهل تتفسر بشكل خاطئ لو الشخص مسيطرة عليه أحلامه أو تطلعات معينة. ولما بصت فيها زوجة الأب شافت إن سبب موتها وموت ناس كتير هي رينفري. الملكة الشريرة اتفقت مع ساحر اسمه ستريجابور إنه يراقب البنت ويتأكد إذا كانت ملعونة وصاحبة قدرات مدمرة ولا لأ، وبالفعل عمل ده، بس زور كل تقاريره عشان يوحي للكل إنها بالفعل حاملة للعنة الشمس السوداء وقدراتها بتزيد فعلا يوم عن يوم. لكن هدفه الخفي كان إن هو يعزلها عن الكل ويبدأ يشرح جسمها ويشوف هل فعلا كذبته حقيقة ولا لأ. وزي ما حصل في القصة الأصلية الملكة بتبعت وراها قاتل محترف يتخلص منها ويجيب راسها تأكيدا للقتل، لكن المجرم بدل ما يقتلها
بيحبسها وبيعذبها وبيعتدي عليها نفسيا وجسديا لمدة طويلة. وفي يوم انشغل عنها وقررت رينفري انها تنتقم، فخلعت دبوس طويل من هدومها وطعنته بيه في اذنه لحد ما وصل للمخ، وكان هو فعلا اول ضحاياها زي ما المرآة قالت. لكن لان ده الواقع مش قصة اطفال، رينفري ما لقتش اي حد يساعدها، واضطرت تسرق وتبيع خدماتها وحتى نفسها مقابل اكل او حتى مكان تنام فيه. وبتمر عليها 4 سنين على الحال ده، وشهرتها على الباث بتزيد لدرجة انهم بيسموها شرايك، وده اسم طائر صغير وجميل لكنه مشهور بانه بيحط فرائسه على الخازوق لحد ما تنتهي حياتهم وياكلهم. بيستمر الوضع كده لحد ما بتسافر لمهاكم أرض الأقزام وبتكون عصابة من 7 منهم، وبتتوالى محاولات اغتيالها من الملكة اللي بتدسلها تفاح مسموم وسط أكلها، بس بتنجو من محاولاتها كل مرة. ومع الوقت سمعة رينفري العنيفة بتتزايد لدرجة إن القتلة والمجرمين اللي بتبعتهم الملكة بيرفضوا حتى يقربوا من مكان هي فيه. عصابة شرايك أو رينفري والأقزام ال7 بتسرق من كل مدينة وكل تاجر مهما كان فين، لحد ما بيحصل خلاف بينهم وكلهم بيقتلوا بعض، لكن رينفري بتهرب. وفي طريق هروبها من المذبحة بتشوف ستريجابور قدامها وبتحاول تهاجمه عشان تتخلص منه بسبب دوره في تدمير حياتها، لكن قبل ما سيفها يوصل لرقبته بيرمي تعويذة حولتها الكتلة من الكريستال وبيدفنها في منجم الأقزام، لحد ما بيلاقيها أمير من مملكة مجهولة وبيدفع أموال كتير للسحرة عشان يعكسوا التعويذة، وبينجح وبيطلب يتجوزها. لكن بعديها بتهرب تاني. بتفضل رينفري في مطاردة طويلة ورا ستريجابور لحد ما بتوصل وراه المدينة اسمها بلافيكن، وبيتكعبل في طريقها ويتشر سمعت ان اسمه جيرالت اللي ستريجابور بيطلب منه خدماته بدعوى انه لازم يقتل الشر الأصغر. لكن جيرالت بيوافق يتكلم معاها قبل ما يقبل لانه مش بيثق في حرف قاله ساحر. وفي نفس الليلة بيحس جيرالت بحد في غرفته، وفي الثانية اللي بعدها سيفه بيبقى على رقبة بنت لاحظ انها اصغر وارق بكتير من توقعاته. بتعرض عليه البنت عرض بسيط جدا، اما انه يتخلص من ستريجابور لما يفتح له باب البرج في الصباح، او انه يسلموا ليهم ويتخلصوا منه بعيدا عن الناس. وختمت كلامها بان موته هو بالنسبة لها الشر الاصغر مقابل شلال الدماء اللي هيتفتح لو جيرالت رفض. وفي صباح اليوم اللي بعده بتروح رينفري بعصابتها لأكبر أسواق بلافيكن، وكانت خطتها إنها إما تجبر جيرالت ينفذ كلامها أو تجبر ستريجابور على الخروج، وفي المقابل كل اللي في السوق رهينتها. وبتدور معركة غاية في الدموية، ويمكن المسلسل جابها بشكل قريب للحقيقة، لأن تعبير شلال الدم اللي كانت استعملته ما كانش مجاز خالص. فبترسل رجالها وسط السوق لحد ما جيرالت بيوصل لهم، وبتدور المعركة وبيقع واحد ورا التاني. رينفري بتكون عند ستريجابور اللي بيضحك من سذاجتها، وفي لحظة فقدانها للأمل بترجع تهاجم جيرالت لأنه أفسد خطتها، لكن بتنتهي مقابلتهم السريعة بموتها على إيديه. بيتراجع ستريجابور والبرج بيختفي، والناس بتشوف المجزرة في ساحة السوق بمنتهى الوضوح، وبيبدأ بينهم همسات باسم هيلتصق بيه للأبد: جزار بلافيكن. في أعمق غابات القارة عاش فلاح غني جدا وعنده كل حاجة، زوجة جميلة، ذهب كتير، شغل ما بينتهيش، لكن ما عندوش أطفال. ففضل يتمنى كل ليلة ان يجيله طفل مهما كان شكله. وفعلا بعدها ب3 ليالي مراته بتكتشف انها حامل، ولما بتولد الطفل بيتفاجئوا ان هو قنفذ من وسطه لحد فوق. لكن الفلاح وزوجته بيحبوه برغم شكله الغريب وبيسموه هانس. هانس بيقرر يخرج للعالم أول ما بيتم 8 سنين وهو راكب على ظهر الديك المتكلم بتاعه. وبعد أكتر من سنة وهو عايش في الغابات الواسعة بيقابل ملك تايه. هانس بيعرض عليه يرجعه سليم لمملكته في مقابل إنه يكتب عقد معاه إنه بمجرد ما يرجع لكرسي العرش يبعت له أول شخص يقابله عشان يكسر وحدته. بس الملك ده ما كانش طيب وكان معتقد إن هانس جاهل، فكتب في العقد إن هانس لا يحق ليه أي شيء وخلاه يمضي عليه. وبالفعل وصلوا للمملكة، وكان أول شخص بيقابلهم هي بنته الحبيبة. في يوم تاني وهانس بيراعي حيوانات الغابة بيقابل ملك مختلف تماما في نفس المكان وبيطلب منه نفس الطلب، لكن المرة دي الملك بيكتب العقد فعليا وبيوافق عليه. وأول ما بيوصلوا على حافة المملكة بتخرج بنت الملك ده وتستقبلهم، وأبوها بيحكي لها إن هانس أنقذه. البنت أي نعم بتترعب من المنظر لكن بتوافق تقديرا لأبوها.
هانس بيفكر الملك بوعده وبيرجع للغابة وهو بيقول له إن الدين هيجيله يوم ويدفع فيه. وبعدها بشهور يمكن سنين هانس بيروح للملك الأول اللي بيرفض يسلم بنته، لكن هانس بيخوفه بشكله وبمنظره وبيجبره يبعت البنت معاه. بس انتقاما من أبوها هانس بيخلع أشواك من جسمه وبيرشقها في كل جسم البنت وبيرجعها لأبوها تاني كائن مشوه، في رسالة إنه خلاها بنفس الشكل اللي هو شافه عليه، مسخ. أما الملك التاني فبيلتزم بكلمة الشرف اللي اداهاله وبيوافق يديله البنت، بس البنت قالت له إنها هتكون زوجته بشرط إن يوم فرحهم يقطع جزء من جلده المغطى بالشوك ويديهولها هدية، وبيوافق. وبتروح الأميرة لحراس القصر وبتطلب منهم إن ليلة زفافها يشعلوا نار عظيمة تحت شعاع القمر بالظبط. هانس بيعجب بشجاعة البنت وكرم أخلاق أبوها، وبمجرد ما بيدخل أوضتهم في القصر بينفذ وعده وبيقطع جزء من جلده وبيديهولها. بتاخده البنت وتديه للحراس وتقول لهم ارموه في النار العظيمة وإياكم تتحركوا إلا لما الجلد يحترق ويتفتت تماما. فجأة القصر كله بيسمع صراخ هانس من جوه الأوضة، ولما بيدخلوا بيلاقوا جسمه كله مسود ومحترق. لكن الأغرب إن الأميرة بتفضل محتفظة بابتسامتها الواثقة وبتطلب من أطباء القصر ينظفوا آثار النار من عليه. اندهاشهم من بساطة الطلب خلاهم ينفذوا، وزادت دهشتهم لما الحروق اختفت ومن تحتها ظهر شاب وسيم بيبص للأميرة بعرفان شديد إنها أنقذته من لعنته واختباره في الحياة. وأكيد دلوقتي انت عارف القصة دي إنها اللي اتبنت عليها كل تفاصيل علاقة بافاتا ودوني أبو وأم سيري، واللي ليها تفاصيل دموية أكتر هتلاقيها في الفيديو ده. على فكرة لسه في قصص أكتر، بس أثرها وتأثيرها على الأحداث أقل من دول بكتير. قول لي بقى في كومنت أنهي قصة فيهم دمرت ذكريات طفولتك أكتر. ولو حبيت عالم الفانتازيا المظلمة اللي بنقدمه هنا وعايز تشوف أكتر وأكتر، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير مع النيردز اللي زي حالتنا علشان نوصل ل 10,000 متابع قبل نهاية 2026، وهشوفك في المغامرة الجاية.